صباح الخير بتوقيتي، انا هدى، والنهارده هنقضي اليوم سوا يا جماعه. لو مش عارفين انا فين، انا مستوليه على اوضه اخويا عشان هو مش موجود. المهم ما علينا. بصوا يا جماعه، النهارده هيكون يوم رائع. مبدئيا بصوا استنوا، قبل كده انا قلت لكم ان انا بخاف ان انا يعني اشير قوي في الحاجات اللي بعملها في الجانب الديني، عشان بخاف لا تكون رياء. بس بعد كده انتوا ساعتها في الكومنتس بتاعت الفيديو ده قعدتوا تكلموني كتير، قعدتوا تكتبوا لي حاجات رائعه، وقعدتوا تقولوا لي انه يعني ايه، انه ربنا اعلم بنيتي وما اعرفش ايه، وان انتوا هتحبوا ان انا اعمل كده اكتر وبتاع، عشان ان شاء الله نتقاسم الاجر. البتاع دي صاحبتي للابد، اوكي، على طول لابساها تمام. وبفضل اصبح فيها. بس يا جماعه بجد بجد بحس انها كمان بتشيل التوتر. عارفين الحاجات اللي يعني زي السلايم مثلا، او حاجات بنعمل فيها كده او كده، مش عارفه فاهميني ولا لا. مهم اكيد فاهميني. الحاجات دي بتشيل التوتر المفروض يعني. فابقوا اعملوا كده بجد، بتكون حاجه رائعه بتشيل التوتر، وان شاء الله تكون حسنات. النهارده انا عندي كورس تمام. هنزل كمان 5 دقايق اصلا عشان اروح يعني. الكورس يا جماعه اول ما بداته هو طريقه طويل قوي، هو في الدقي وانا ساكنه في العبور. فحرفيا العبور بعيد عن كل حته، بس برضو الدقي بعيده جدا. مش بعيده. بس اول مره روحت الكورس مقارنه بالمواصلات، فانا ما عدتش اشترك تاني اصلا في الكورسات، عشان المواصلات بعيده جدا، وانه يعني مش ورث ان انا اروح المواصلات دي كلها. بس تاني مره وتالت مره، يا نهار ابيض. فطلع الكورس رائع. الكورس في شركه اسمها CEB، هي مشهوره جدا اللي بتوع بايو تكنولوجي وكده، فبجد كان حلو. لسه مكمله فيه، مش كان لسه، هو حلو تمام. حاجه كمان، اخيرا اوضتي هتدهن اخيرا. فانا محتاجه اشيل الورق اللي انا حطاه على الاوضه، فهشيله الاول قبل ما انزل، ويعني هنشيله سوا. اوكي. وان شاء الله محتاجه افكر بقى لما اجي اعمل حتت جديده، هفكر هعملها ازاي وكده. وكمان عايزه قبل ما انزل كده بسرعه اكتب اهم 3 حاجات لازم اعملهم النهارده. هو انا هعملهم في الطريق في المواصلات حرفيا، علشان استغل الوقت بتاع المواصلات. بجد يا جماعه بصوا، هما حاجتين بعملهم في وقت المواصلات: يا اما بخطط لحاجه، يا اما بعمل تقرير. الحاجتين دول ليهم علاقه بالشغل بتاع الروبوت، اوكي. يا اما بسمع بودكاست، ودي طبعا فقرتي المفضله. ما بحبش اعمل شغل في الطريق عشان بحس ان انا متوتره، بس لازم اعمله في الطريق عشان ما عنديش وقت. المهم ما علينا. حاسه ان انا مهمه جدا دلوقتي، المفروض بعمل شغل وبتاع، بجد ما علينا. مش مشكله عادي. كده كده انا مش محتاجه اشتغل يعني. بصوا، كل ما بحس ان انا بشتغل كتير قوي بقول لنفسي كده كده انا مش محتاجه اشتغل اساسا، انا بشتغل فور فن، عشان بهفن وعشان بطور من مهاراتي ما اعرفش ايه، وربنا يجعله في ميزان حسناتي. بخدم اولاد المسلمين، فان شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتي. المهم ما علينا. علينا من شغلي وحياتي ما علينا. الجو كان حر جدا يا جماعه. ما علينا من الحاجات دي كلها. الجو كان حر جدا النهارده، فانا الصبح اخدت شاور وعملت ماتشا حطها على المكتب، هشربها قبل ما انزل ان شاء الله. وبس، يلا بينا يا جماعه نبدا يومنا الرائع. تمام يا جماعه، انا بصراحه كنت زعلانه جدا 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 من شكل الحيطه. هو ده مش بوظان سنه، هو ده تقريبا بوظان 3 سنين ورا بعض. كنت بعمل ايه؟ كنت بلزق الورق اللي انا عايزاه، ولما اجي احب ان انا اغيره بغيره عادي، وبداري المكان اللزق اللي موجود في الحيطه. ادم سيدنا نوح 10. اول ما رجعت من الكورس قعدت اعمل جورنالينج. بجد يا جماعه كتابه اليوميات دي حاجه رائعه. لو ما تعرفوش، فانا عامله سلسله اسمها 30 يوم من كتابه اليوميات. المفروض بنزل فيها افكار لكتابه اليوميات. يعني لو في شخص هو مش عارف يعمل ايه او يكتب ايه، مفيش احداث بتحصل في اليوم مثلا عشان يكتبها، فانا بقترح عليكم شويه حاجات ممكن تكتبوا عنها عشان تتعرفوا على نفسكم اكتر. فعلا يا جماعه حرفيا بكتب يومياتي من وانا في تانية اعدادي مثلا. دلوقتي انا داخله تانية كليه، ف بقالي حبه حلوين. بصراحه يا جماعه، بصراحه يعني بحس ان الجورنال بتاعتي هو مكان اشتكي فيه براحتي، اعبر عن مشاعري فيه براحتي، اتكلم فيه براحتي، ازم في العالم كله او اشكر العالم كله زي ما انا عايزه، اعمل اللي انا عايزاه في الجورنال. فبحس ان هو منطقه راحه بالنسبه لي.
ودي بجد حاجة رائعة، بجد بجد حاجة رائعة. ممكن انتوا تستبدلوا الجورنال، يعني منطقة الراحة انه يكون في شخص اصلا عبارة عن منطقة راحة، بس انا بصراحة يعني ما بفضلش كده، عشان لو حصل اي مصيبة والشخص ده قرر يديكوا على قفاكوا فانتوا يعني القفا هيوجع. المهم فياريت ما تعتمدوش على يعني عوامل خارجية انها تديكوا الراحة، اعتمدوا على نفسكم. منطقة راحتي هي الجورنال مين عملها؟ انا برضو، فبالتالي انا منطقة راحتي. انا كنت بكتب عن الحاجات اللي انا عارفة ان انا محتاجاها دلوقتي، بس قبل كده ما كنتش اعرف ان انا محتاجاها او ما كنتش مدركة لاحتياجي بيها، يعني الحاجات اللي مهمة جدا بالنسبة لي دلوقتي. فعلا يا جماعة بحس ان دي حاجة غريبة جدا، يعني حاجة فعلا بتتغير كل شوية، او ادراكي لاحتياجاتي هو اللي بيتغير كل شوية على حسب المرحلة اللي انا عايشاها في حياتي. يعني وانا في اعدادي اكيد ما كانتش دي كلها احتياجاتي، او لا، ما اعتقدش ما كانتش كلها احتياجاتي، ما كنتش مدركة ان دي حاجة انا محتاجاها. كمان وانا في ثانوي ما كنتش مدركة ان دي حاجة انا محتاجاها. نفس الكلام في الكلية، ممكن بعد ما اتخرج، ممكن حرفيا كمان 4 شهور مش بعد ما اتخرج كمان ادرك ان انا محتاجة احتياجات اكتر، او ادرك اهمية الحاجات دي في حياتي. اهلا يا جماعة، انا كنت عايزة اوريكم لون الحيطة الجديد. يعني الحمد لله الحيطة دلوقتي احسن. الحمد لله انها كويسة دلوقتي. بس بصوا انا لقيت فكرة انه ازاي هعرف اظبطها. في بتاع كده بتكون كورك كده، ممكن احط لكم صورتها هنا. ممكن احطها بقى على الحيطة يعني هنا مثلا، بس مش عارفة هنا اعمل ايه. الفكرة انه بجد انا مش عايزة ابوظها تاني بجد، عشان يعني فعلا كنت متضايقة لما باظت اول مرة، عشان هي ما كانت باظتش اي حاجة، لا هي باظت جامد قوي بصراحة. ف يعني لو عندكم اي افكار انه ازاي الزق حاجات على الحيطه من غير ما ابوظها يا ريت تعرفوني. وحاجه كمان، دي مره ال17 تقريبا اللي انزل فيها نوشن واقول لنفسي خلاص يا هدى انت هتستخدميه، هتخلصي كل حاجه عليه وبتاع، وتقريبا هرجع امسحه تاني. فلو عندكم اي اقتراحات برضو انه ازاي استخدم نوشن من غير ما امسحه، ازاي افهم اصلا اعمل فيه حاجات، يا ريت تقولوا لي. وبس كده يا جماعه، ده كان فيديو النهارده، اتمنى تكونوا قضيتوا وقت ممتع، وبس يلا سلام.